النهارده هعمل معاكم بقى وصفتي المعتمده لكيك شوكولاته هش ومرتفع جدا. طريقتها سهله جدا، تطلع معاكم زي التورته او الكيكه الاسفنجيه كده بالظبط. 3 كوبايات من الدقيق، كوبايه ونص من الكاكاو الخام، 3 كوبايات من السكر ممكن تقللوا، معلقه ونص صغيره من البيكنج باودر، معلقه كبيره من البيكربوناتو اللي هي البيكنج صودا، معلقه صغيره من الملح عشان نقلب المواد الرافعه، 4 بيضات في درجه حراره الغرفه، كوبايه ونص من الحليب، ويفضل لبن رايب، لو عندكم لبن رايب يبقى احسن بكتير، ولا يتخلى، كوبايه ونص من الميه السخنه، ونقلب بسرعه كده قبل ما البيض يستوي عشان الميه سخنه شويه، نص كوبايه من الزيت، معلقه كبيره من الخل علشان خاطر انا ما استخدمتش لبن رايب. لو حسيتوا ان الخليط ده خفيف انخلوا عليه شويه دقيق. اهم حاجه ان خليط الكيك يكون تقيل ما يكونش خفيف علشان خاطر ما تعجنش معاكم. قالب مقاس من 25 ل 30. خرجت الهواء منها ودخلتها فرن سخن على درجه حراره 180 لمده تقريبا من 45 دقيقه لساعه. وبس كده، هشه ومرتفعه وسهله جدا وطعمها زي الكتاب ما بيقول. جربوها.